بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب الذكرى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المؤمنين بفرجه وتعجيل ذلك الفرج والنصرة للمؤمنين إن شاء الله. بهذه المناسبة السعيدة، بهذه المناسبة الفرحة، بهذه المناسبة التي أدخلت السرور على قلب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأدخلت السرور على المنتظرين الذين كانوا ينتظرون ولادته، لأن المنتظرين على قسمين: انتظار للولادة وانتظار للخروج وللنهوض وللفرج. الذين كانوا ينتظرون ولادته دائما كانوا يسألون الأئمة إمام بعد إمام متى سيولد، وهذه اليوم أو هذا اليوم وهذه الليلة التي مضت كانت يوم فرج، انتظار أولئك الذين كانوا ينتظرون ولادته. ونحن اليوم شرفنا الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ووفقنا أن نكون من المنتظرين لفرجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. نرفع أحلى آيات التهاني والتبريكات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، ولجميع الأحرار أولئك الذين ينتظرون المصلح الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بحق رسول الله والآل وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يخرج من صلب الحسن العسكري قائمنا أهل البيت يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الحديث عن الأئمة بأجمعهم وبصورة عامة حديث جميل وحديث ذو شجون، ولكن لما يكون الحديث عن صاحب العصر والزمان، عن الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون الحديث أجمل وأكثر أنس، لأنه صاحبنا، لأنه إمامنا، إمام زماننا. ونحن كالبقية الشيعة يحتفون بإمام زمانهم ويحتفلون بقدومه ويستأنسون بذكره، ونحن كذلك نستأنس ويكون استئناسنا أكثر أو استئناسنا أكثر وأكثر عندما يكون الحديث عن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإن أردنا أن نتحدث مع الاختصار ومع ضيق الوقت لا بد أن نقف وقفتين. الوقفة الأولى هو المهدوية أو المهدي في القرآن والسنة، والوقفة الثانية هو السؤال يطرح دائما: لماذا يجب علينا أن نعرف إمام زماننا صاحب العصر والزمان؟ أما الوقفة الأولى فقد تكفل أحد الكتاب وأحد المحققين جزاه الله خيرا بأن ذكر الأرقام للآيات التي وردت في القرآن الكريم التي تشير إلى المهدوية، وإلى الروايات التي ذكرت في هذا الباب من كتب العامة والخاصة، لأن القضية المهدوية ليست خاصة بالشيعة، لأن القضية المهدوية لم تكن خاصة بالمسلمين، بل كل الأديان تعتقد بوجود مصلح سيخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا الكاتب قال: قد وردت روايات عن الإمام المهدي في مجموعة كاملة من الأبواب في كتب السنة والشيعة
6000 رواية، 6000 رواية مهدوية في التراث الإسلامي، وما من أمر ذكر فيه روايات بهذا العدد من قبل الفريقين. 6000 رواية تكون هذا. وأيضا ذكر أن القرآن تحدث عن القضية المهدوية أيضا في 365 آية في 80 سورة من سور القرآن الكريم. إذن روايات 6000 وآيات 3065 آية. نحن نريد أن نذكر هذه الأمور، هم القرآن هم السنة، في باب المهدوية، فجمعنا وجئنا بآيات قرآنية مفسرة من قبل أهل البيت، الكتاب والسنة، حتى نجمع بين آيات القرآن وبين الروايات التي ذكرت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآية الأولى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فقد روي عن أمير المؤمنين، آية ورواية، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تلا هذه الآية ثم قال: هم آل محمد. يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم. آية. الآية الثانية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: هم أصحاب الإمام المهدي في آخر الزمان. إذن الآية متوجهة إلى القضية المهدوية. الآية الثالثة: قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: هو والله المضطر، ويشير إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو والله المضطر في كتاب الله، وهو قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن 3 آيات و3 روايات من باب البركة ومن باب المصداق. الوقفة الثانية، وهو السؤال المطروح: لماذا يجب علينا أن نعرف إمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ولماذا يجب علينا أن نعتقد بإمامته؟ سنذكر الأسباب أيضا باختصار. السبب الأول الذي يجعلنا أن نتعرف على إمامنا وأن نعتقد به هو النجاة من الميتة الجاهلية. وكلكم تعرفون وقد سمعتم وحفظتم وقرأتم هذا الحديث المتواتر عن العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية. سأل الراوي قال: نعم الإمام الصادق. قلت: ميتة جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال. يعني موت كأنه الإنسان مات قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله. أولئك الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وكانوا على ضلال من معرفة الله ومعرفة. ولهذا إخواني، معرفة الله متوقفة على معرفة الإمام الزمان. رواية جدا لطيفة عن الإمام الحسين عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. قام رجل قال: يا أبا عبد الله، وما معرفة الله؟ قال: معرفة كل أناس
بإمام زمانهم، كل أناس بإمام زمانهم. ولهذا السبب الأول الذي يدعونا لمعرفة أئمتنا والاعتقاد بهم وصاحبنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكي ننجو من تلك الميتة الجاهلية. السبب الثاني الذي يدعونا علما إلى التعرف والاعتقاد بإمامنا سلام الله عليه هو الصون من الانحراف والضلال. كناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم في ضلال وانحراف. ما الذي يمنعنا من دخول هذا الضلال؟ هو الاعتقاد بأئمتنا، هو الاعتقاد بإمام زماننا. رواية قد تكون خارج المطلب عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله لعمار: يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك في وادي علي. ليش؟ لأنه لا يدخلك في ضلاله ولا يخرجك من هداية. الرواية الواردة في قضية إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في الرواية التي تقول أن الذي لا يعرف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أو إمام زمانه فإنه يضل عن الدين، ما روي عن زرارة برواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية هواي لطيفة، نقرأها بأكملها. يقول زرارة للإمام الصادق، أو يقول زرارة: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. قال: قلت: ولم؟ قال: يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، أي القتل والبقر. ثم قال: يا زرارة، وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، أكو ناس يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلاف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه ب2 وهو المنتظر، غير أن الله يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. يا زرارة، قال: قلت: جعلت فداك، إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ زرارة يقول للإمام: إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال: يا زرارة، إذا أدركت هذا الزمان فادعوا بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهي الرواية خاصة بالإمام المهدي، لأن الإمام الصادق يتحدث عن زمن الغيبة، وزرارة يقول له: إن أدركت ذلك الزمان أنا ماذا أصنع؟ يعني مو عامة بكل الأئمة، وإن كان الإمام إحنا لازم نعتقد بكل الأئمة، لكن الرواية جاية في باب دعاء من أهم الأدعية في زمن الغيبة. 3 أدعية هي أهم الأدعية في زمن الغيبة. الدعاء الأول دعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. والدعاء الثاني دعاء الغريق: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء الثاني المروي عن الإمام الصادق عن عبد الله بن سنان اللي ينقل الرواية، أن هذا الدعاء لابد أن يكثر الإنسان منه في زمن الغيبة. والدعاء الثالث هو هذا رواية زرارة عن الإمام الصادق: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك.
اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إخواني، من باب التذكير، ورحم الله من أحيا ذكرنا. فقيل للجواد: وكيف؟ قال: التذاكر عند أهل الثبات. وين ما تروحون في مواطن استجابة الدعاء، عند قبر الإمام الرضا عليه السلام، عند قبر أمير المؤمنين، عند بيت الله، عند رأس الحسين أو مكان رأس الحسين وقبر الحسين، كل الأئمة فإنها مهابط رحمة الله. ادعوا بهذه الأدعية الثلاثة، ادعوا بهذه الأدعية الثلاثة، أكثروا منها، فإن فيها سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. لأن الإمام يقول: لا ينجو في زمن الغيبة إلا من دعا بدعاء الغريق: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث، لماذا يجب علينا التعرف على إمام زماننا والاعتقاد به؟ لكي نضمن قبول أعمالنا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالعقيدة السليمة، لأن الأعمال لا تقبل بالاعتقاد الصحيح مهما عمل ذلك الإنسان. لابد أن تكون عنده عقيدة سليمة. ولهذا ورد روايات كثيرة في فضل باب الاعتقاد الصحيح، وأن العمل متوقف على قبوله على الولاية. واي مهم. ولهذا عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في هذا الباب يقول الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ لأني 5: صلاة وزكاة وصوم وحج وأكو ولاية، أيهن أفضل؟ وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: الولاية أفضل. ليش يا ابن رسول الله؟ الإمام يجاوب عن سؤال مقدر، لأن قال الولاية أفضل، راح رأسا زرارة يقول له: لماذا؟ فالإمام رأسا أجاب: لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل والوالي هو الدليل عليهن. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، يعني أعمال اللي عمله منين؟ جاي أوامرها وتعاليمها من الإمام سلام الله عليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. ولهذا احنا دائما نأكد نقول أن المؤمن هو ذلك الذي شعاره: أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا والأئمة المعصومين 12 زين أو 12 12 هؤلاء الأئمة، لأن الإمام الرضا يقول: من أنكر منا واحدا فقد أنكرنا جميعا، ومن أزاد منا واحدا أنكرنا جميعا. 12 والروايات سنة وشيعة تؤكد على الأئمة 12. إن الخلفاء بعدي 12 رجلا من قريش، هاي رواياتهم. 12 نقيب، 12 نجم، وهكذا 12. هذا العدد المحفوظ عند الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أطلت عليكم. في الختام ندعو بدعاء الفرج لإمام زماننا سلام الله عليه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي عجل ظهوره. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم. إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. آمن المؤمنين في أوطانهم وانصرهم على أعدائهم. إلهي بحق صاحب العصر أهلك أمريكا وإسرائيل وكل من أراد السوء بالمؤمنين في كل مكان. احفظ هذه البلاد واجعلها سالمة، وادفع عنها كل سوء، وانصرهم على أعدائهم واحفظ قادتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يمن علينا وعليكم بأن يجعلنا أولا من المنتظرين لما فيه من الأجر والثواب على الانتظار، وأن يوفقنا ويرزقنا رؤية إمامنا، وأن نكون من أوليائه وأنصاره وشيعته المخلصين والمستشهدين بين يديه بحقه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.